واخيرا صلاح قدر يرجع تاني في دوري الابطال ويقول انا موجود اهو يا سلوت حطني اساسي ويثبت نفسه. وكيليان امبابي لسه مصر على هيمنه وتسجيل الاجوان في دوري ابطال اوروبا. والفتى البرازيلي اللي عايش في حواري البرازيل وشوارع البرازيل العموميه يرجع تاني ويجيب جونين. واضح ان سانتياغو برنابيو ليه تأثير جامد جدا على فينيسيوس جونيور وبيلينجهام. الصراحة يعني طبعا كل جمهور ريال مدريد وكل اللي بيشجعوا ريال مدريد من جواهم بيقولوا ايه، لا استمروا، افضلوا زوموا عليه، افضلوا اثروا على فينيسيوس جونيور. لان هو الصراحة بأمانة يعني الواحد اتفرج على الماتش، هو الماتش فرق جدا مع فينيسيوس جونيور والموضوع الزوم ان هم ما بيحتفلوش وما بيسقفلوش فرق جدا مع فينيسيوس جونيور، خلاه مركز جدا في الماتش، خلاه عايز يثبت نفسه، عايز يقول لا انا موجود، لا ما حدش يتضايق مني، لا انا هلعب، لا انا هأدي. والصراحه هو عمل شغل عالي هو وبيلينجهام في الماتش بتاع ريال مدريد اللي خلص 6-1 بهيمنه من ريال مدريد. الصراحه نزلت كسح يعني ايه، نزلت نفخت موناكو 6-1، بقالنا كتير قوي ما شفناش ريال مدريد بتكسب السكور ده في السانتياغو برنابيو، او عامه بقالها كتير ما شفناش السكور ده مع ريال مدريد، لان ريال مدريد بطبعها ما بتديش الستات والخمسات وكده، بقى طبيعي ممكن الماتش يخلص 2-1 2-0 3-1 3-2 اللي هو بيبقى كده، لكن تنزل تكتب 6-1 كده في الشامبيونز ليج كمان، الموضوع يعني محتاج دراسه كبيره. واربيلو الصراحه يعني ارى الماتش كويس بتاع موناكو، قدر ازاي يقفل لهم كل الجبهات وكل مفاتيح اللعبه بتاعتهم ويلعب بطريقته ويفرض طريقته في الملعب بتاعه. والصراحه فينيسيوس جونيور عمل شغل عالي جدا، وبطل بقى حته ايه بقى اللي هو ايه الانانيه والغرور وانه يبص للكاميرا وبتاع، لا نزل كان مركز وبيلعب وبيباصي لزمايله وبيلعب لعب جماعي، عمل من الشغل ده الصراحه شغل عالي قوي. جاب منهم جون وعمل 2 اسيست لزمايله، وكمان كسر ارقام في النسخه دي بتاعت الشامبيونز ليج، قدر يجيب 6 اسيستات، اعلى اسيستات في الشامبيونز ليج النسخه دي هو واوليزي بتاع بايرن ميونخ ب6 اسيستات. وكيليان امبابي اللي لسه لحد دلوقتي بيجيب ارقام وبيكسر وبيعمل هيمنه. والصراحه كيليان امبابي ده يعني انا بالنسبه لي 80% من ريال مدريد، ما شاء الله عليه، هو تقيل جدا الصراحه، وبيثبت نفسه كل ماتش، وكل ماتش بينزله بيجيب اجوان وبيكسر ارقام. ودلوقتي بقى في النسخه بتاعتنا دي بقى الهداف ب 11 جون، فارق عنه وعن التاني اللي هو هاري كين 7 اجوان، هو كيليان امبابي جاب كده 11 جون فارق 4 اجوان. واظن الارقام مش هتقف مع كيليان امبابي يعني الا الاصابات طبعا، بس طول ما هو بيلعب لا هو مؤثر جدا، وعامل بيعمل قلق في كل حته، تحط يا باشا على الشمال هيعمل قلق، هتحطه جوه ال 18 هيعمل قلق، بيخطف كوره وان تاتش، الكوره تتلعب ويشوطها وان تاتش عادي، يعني هو عنده الميزه ان هو بيقدر يخطف الكوره على طول وعلى طول بيروح على الجون على طول، عارف في التارجت بتاعه ايه وهو عايز ايه من اللعب بتاعه هو، ودي الميزه بتاعت كيليان امبابي، وبيكسر الارقام واظن هيكسر ارقام كتير قوي اللي جايه. نخش بقى على الماتش بتاع ارسنال اللي كسبوه 3-1. الواحد يعني انا صراحه كنت متوقع الماتش هيبقى صعب على ارسنال، لان انتر ميلان والفرق بتاعت ايطاليا عامه بتاعت السيريا ايه عامه رخمين جدا، احنا عارفين. طبعا زمان كان الموضوع اصعب ويقول لك الدفاع الايطالي وباركز باص والجو ده، اختلف دلوقتي طبعا، ما بقاش زي زمان، ما بقاش حته ان الدفاع الايطالي صلب وما حدش يقدر يعديه، لا دلوقتي الموضوع بقى اسهل. معظم الفرق بتعرف تتعامل دلوقتي مع اللعيبه ومع الفرق الايطاليه. وعامة تاريخ الدوري الانجليزي تقيل قوي على الفرق الايطاليه، سواء ليفربول لما راحت انتر ميلان وكسبتها هناك، ولا ارسنال برضو دلوقتي كسبت انتر ميلان 3-1. ماتش الصراحه ما كانش متوقع بالنسبه لي، توقعت الماتش ممكن يعقرب بالنسبه لارسنال، لان انتر ميلان طبعها ولعبها بتلعب على الكاونتر اتاكس، قلت هتقفل مفاتيح اللعب بتاعت ارسنال وتضيق عليهم مساحات في نص الملعب. بس حاج ارتيتا، معلم ارتيتا الصراحه كان ليه دور تاني، وعمل جيم الصراحه 10 على 10 بالنسبه لي. ارتيتا كل شويه بيثبت نفسه الصراحه، كان من المدربين التوب على العالم بالنسبه لي السنه دي والسنه اللي فاتت، بس السنه دي بالذات قدر يثبت نفسه ان هو بقى، قدر يثبت نفسه ان هو بقى عنده اكتر من مفتاح لعب واكتر من حلول. سواء قفلت له الجبهات بيلعب في نص الملعب، قفلت له الباسز بيلعب الكاونتر اتاكس، بقى عنده اكتر من مفاتيح. حتى في الترانسفير ماركتس لما بيجي يخش في التنقلات الصيفيه والشتويه، بيقدر يجيب اللعيبه اللي ازاي يقدر يستخدمهم في كل مركز، مش بيجيب لعيبه كده والسلام الصراحه. وبالنسبه لي ارتيتا بالنسبه لي من احسن 3 مدربين دلوقتي موجودين في العالم، بسبب طريقه تفكيره وبسبب تطوير اللعيبه اللي بيعملها وطريقه الاستحواذ اللي بقى بيعملها على الكوره ومفاتيح اللعب اللي بقى يستغلها والصفقات اللي بيدعم الفريق بيها. قدر يعمل جيم عالي قوي على انتر ميلان في ملعبهم في ارضهم في ايطاليا. الصراحه قدر يطلع بالنتيجه اللي هو عايزها ومكتسح الترتيب.
دوري ابطال اوروبا السبع ماتشات اللي لعبوها، كسب السبع ماتشات ب 21 نقطه، مستمر بالهيمنه، واظن يعني اصلا يعني منافس قوي جدا على دوري الابطال، والناس كلها عارفه كده، والناس كلها بترشحه، لان هو مأدي مستوى جميل قوي سواء في دوري الانجليزي او في دوري الابطال، الاثنين كويسين جدا. والفتى البرازيلي اللي من حواري البرازيلي جابرييل خيسوس، اللي رجع من اصابه بقاله اكتر من شهر ونص اهو، واول تقريبا ماتش يلعبه في دوري ابطال اوروبا، جاب جونين في الماتش، وطلع بعد الماتش بيتكلم مع صحفي وبيقول له وانا صغير، وانا في حواري بقى البرازيل وانا صغير كده، قاعد في الحواري البرازيل، شارع البرازيل العمومي كده، كنت بتفرج على السيريا ايه اللي هو الدوري الايطالي، وكنت بتابع انتر ميلان وبحب لعبهم، وكنت بتمنى ان انا اكون بلعب في الملاعب دي، واتمنى ان انا العب في الدوري الايطالي. وهو كان مبسوط جدا ان هو كان موجود في انتر ميلان، ومبسوط جدا ان هو بيجيب، وحتى لما جاب الاجوان كان بيقول لك انا يعني كنت هدمع لما جبت الاجوان دي على انتر ميلان، لان انا بحب الدوري ده، وبحب ان انا ابقى متواجد في الدوريات دي، ومتواجد واجيب اجوان. فالصراحه انا انبسطت له، لان هو من اللعيبه الكويسه قوي اللي حظه وحش جدا الصراحه، اصاباته كتيره جدا، بس لما بيلعب هو مؤثر جدا في ال 18. حتى ارتيتا لما طلع اتكلم في الصحافه، اتكلم عن ان هو كان عايز لعيب يقدر يخلص من وان تاتش جوه ال 18، وهو قال بالنسبه لي ما فيش غير لعيب صاحب ال 28 عام جابرييل خصوص الوحيد اللي هيقدر يستغل الكور اللي هي وان تاتش جوه ال 18 ويجيبها جوان. معلومه في السريع كده للناس اللي محتاجه تعرف المعلومات المهمه يعني، يان اوبلاك الحارس المرمى بتاع اتلتيكو مدريد، اللعيب الحارس اللي اندر ريتد بالنسبه لي قوي الصراحه، الحارس ده بالنسبه لي في حته يعني كده ايه، يعني غالي قوي عندي الصراحه، لان هو اندر ريتد، ومن الحراس اللي هي ايه الكونسيستنت في ادائها، وثابته في الاداء، ودايما بتدي 10 من 10، ما فيش ماتش تلاقيه مخيبه ولا حاجه. قدر يكسر رقم ويجيب ال 100 ماتش في تشامبيونز ليج مع فرقته اتلتيكو مدريد، ومن اللعيبه قليله قوي اللي قدرت تجيب ال 100 رقم من 100 ماتش يعني. فيانو بلاك حبيت اقول لكم معلومه في السريع كده. نخش بقى على ماتش برشلونه، الواحد كان مخضوض الصراحه امبارح وهو بيتفرج على الماتش. سلافيا براك كانت نازله تعمل ماتش عالي على برشلونه، وكانت عايزه تستغل وتلعب على نقط ضعف برشلونه، وتلعب على الكور الثابته، العرضيات، الكورنرات، والصراحه قدرت تجيب منها جونين. ولحد دلوقتي برشلونه بتعاني من الكور الثابته اللي هي الكورنرات والكور الثابته عامه، لحد دلوقتي دفاع برشلونه فيه خلل في الحته دي. بس طبعا هانزي فليك كالعاده بيقرا الماتش بدري بدري، يقول له باشا انت رايح فين؟ تعالى يا باشا اربعه. هي برشلونه كده دايما تخض مشجعينها كده، وتحسسه ان يا باشا في خلل اب واحد يخش فيها جون، جونين كده راح نازله اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، باشا كل اللي نفسك فيه. هتلاقي برشلونه بتقرا الماتش بسرعه، برشلونه فليك بالذات عنده ان هو بيقدر يقرا الماتش بدري بدري في الايرلي جيم، في الدقائق الاولى يقدر يقرا الفرقه اللي قصاده ويلعب عليها. والصراحه يعني سلافيا براج يعني مش المنافس القوي يعني اللي هيلاعب برشلونه يعني، بس هو هدده بجونين وبتاع، بس برشلونه رجع في كالعاده في السخان منه يا باشا، راح اداله اربعه كده في السريع. وعايز اتكلم عن فيرمين لوبيز اللعيب، آه، انا بالنسبه لي انا ما بحبوش الصراحه، يعني اكون صريح انا ما بحبوش، بس هو لعيب لازم ياخد حقه، هو لعيب قوي جدا، عنده دقه الشوط عاليه جدا، بيقدر لحد دلوقتي كل كور بتجيله ما شاء الله، كل كوره اللي بتجيله من بره 18 بيقدر ازاي يخلصها ويجيبها جون بسرعه. وعنده دقه الشوط لسه زي ما كنت بحكي لكم، دقه الشوط عنده عاليه جدا، وبيقدر يستغل اي فرصه بتجيله ويثبت نفسه. والصراحه انا زي ما قلت لكم انا ما بحبوش قوي يعني، بس هو لعيب جامد يعني مش هنختلف عليه، وفي صراع جامد تشيلسي اصلا كانت عايزاه في الصيف اللي فات، وغالبا هتخش فيه في الشتاء دي تحاول تخلص فيه. بس يعني هو لعيب قوي. وللاسف جالهم خبر وحش جدا بتاع بيدري، اصابه بيدري جات له الهامسترنج، غالبا هتقعده تقريبا من اسبوعين لثلاثه، مش هيبقى موجود يعني، مش هيبقى موجود الماتش الجاي بتاع الشامبيونز ليج اللي هو الاسبوع الجاي، ولا هيبقى موجود تقريبا في ماتش او ماتشين في الدوري. بس برشلونه بيبقى فليك دايما بيبقى عنده حلول في اللعيبه، هينزل بقى لعيبه سواء بقى فرانك دي يونج هيستغله في الحته دي، فيرمين لوبيز، اي حاجه يعني هيقدر يعني، رافينيا يقدر يلعب الحته دي يعني. بص يعني فليك مش هيغلب يعني، بس اكيد بدري من اللعيبه يعني 80% من قوه برشلونه موجوده في بدري، يعني نتمنى له ان هو يرجع بسرعه ويبقى متواجد، لان هو كل ما بيتواجد الصراحه بيمتعنا كلنا، وبنحب نشوف كوره جميله، وبدري الكوره ما بتنزل تحتيه بيدي اللمسه الذهبيه الجميله. نخش بقى على صلاح، واخيرا حابين نتكلم والواحد مبسوط يعني. انا متضايق طبعا من صلاح في المنتخب كده كده، مش هغير رايي في الحته دي، بس لازم اديله حقه الصراحه، لان هو من اللعيبه اللي عملت تاريخ واسم كبير جدا ليه ولمصر،
ولنفسه وكبر اسمه مع فرقه ليفربول. واخيرا اقتنع واثبت وجوده، واخيرا اقتنع سلوت ان صلاح لازم يلعب اساسي وموجود. الماتشات اللي فاتت كلها بتاع 4 ماتشات زي ما كنت بحكي لكم في الفيديو اللي فات، 4 ماتشات اللي فاتوا ما قدروش يكسبوا ولا ماتش فيهم. صلاح لما نزل وشه كان حلو على ليفربول، وقدروا يكسبوا مارسيليا في ملعبها 3-0. اي نعم صلاح ما كانش يعني مستواه ما كانش حلو، يعتبر ما شفناهوش امبارح في الماتش قوي يعني. يعني ما كانش ليه لمسه او حاجه، ولا شفنا له لقطه ولا حاجه. بس هينزل وهيرجع واحده واحده، وصلاح هيثبت نفسه. وصلاح ده ما ينفعش يطلع من الملعب، سلوت لازم يرجع يعتمد عليه تاني، وهيكسر ارقام تانية. انا متاكد ان صلاح ربنا هيكرمه وهيرجع يكسر الارقام، وربنا هيوفقه في الماتشات الجايه. هو بس محتاج شويه تركيز، ومحتاج يرجع واحده واحده، والسلوت يبقى حابب ان هو يجربه، ما يبعدوش عن الملاعب، وهيعمل احسن ما عنده. بس كده، ده انا حبيت اتكلم معاكم في اهم الماتشات اللي انا شفتها. وكان في جالاتا سراي واتلتيكو مدريد، خلص 1-1. ماتش كان لذيذ، ما كانش فنان فيه كتير يعني، بس هو ماتش زي ما اتوقع كان صعب على اتلتيكو مدريد. بس كده، ده حبيت اتكلم معاكم في الماتشات اللي بتاعت الشامبيونز ليج 3 وال4 ده. لسه في عندنا اخر الجوله اللي بتبقى الاسبوع الجاي، اخر الماتشات. بعد كده هنبدا نشوف بقى مين اللي هيروح الملحق والكلام ده كله. حابب اشوف رايكم ايه في الماتشات، وقولوا لي رايكم ايه في ماتش بتاع ريال مدريد اللي خلص 6-1، وماتش بتاع ارسنال اللي محدش كان متوقعه اللي هيخلص 3-1. ويا رب يعني الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نعمل فيديوهات جديده. وخشوا تابعوني على الانستجرام والتيك توك، بعمل حاجات مختلفه عن اليوتيوب، حاجات كلها مختلفه عن بعضيها. خش هسيب لكم اللينكس بتاعتهم في البايو، خشوا تابعوا وقولوا رايكم ايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.